الشارقة اللي فيهم ليمون. ده المسجد. بنحاول يعني المعاينات نحاول نخليها على الطبيعة، الصورة والحقيقة هي اللي تحكي عن نفسها. ده المسجد اللي في مشروع دشلوط الفرافرة، لما غابوا علينا الصعايدة قلنا احنا نجيهم. المشروع ده احنا طورناه، مش عيب ان احنا نقول ان احنا مش اخطأنا، لا كان الوضع كده، كانت الرؤية كده ايامها. فرصة جميلة قوي لأي حد من مركز القصية، أي حد من مركز ديروت، أي حد من مركز درمواس، وكمان معانا ملاوي. الاشتراك معانا وإتاحة فرصة الاشتراك البير على 50 فدان فقط. هيزرع رشة، هيزرع تنقيط، هيزرع اللي هو عايزه. بس احنا طبعا بنصور هنا يعني سابقة الأعمال في المكان، ازاي المكان مليء بالبيوت في خلال السنة الرابعة ماشيين فيها، ازاي المكان اتحول من أرض متصحرة لأرض منزرعة بفضل الله، بقت منتجة، عندنا جوافة، عندنا ليمون، بدأت الناس تبني وتقعد على دماغ الأرض فوق ال 35 بيت، بقى في مسجد ما شاء الله تبارك الله في المكان، حاجة خرافة. بنناشد أي حد ما تخافش من الجبل طالما أنت دارس العمل، طالما أنت هتنتج وفعلا هتعوز تنتج، أصل إن شاء الله أنت عايز تنتج. ركزوا، العزيمة والإرادة لازم تبقى متوفرة في القصة ديت. أنت إن شاء الله هتنتج بإذن الله، أنت عايز تنتج ان شاء الله لازم هتنتج. سعاده الريس، اخبارك ايه؟ ازاي؟ ايه رايك في الوضع هنا؟ 100 والله الله ينور. بجد؟ والله الله ينور. هننتج ولا مش هنعرف ننتج؟ لا هننتج والله، بجد؟ وطالعين ليمون اهو. ليمون؟ مثمرة. تمام. الارض ديت انت عايز تعمل هنا ايه؟ ده باذن الله نعمل معلف هنا كبير. امم ونزرع برسيم حجازي. برسيم حجاز رشاشات. تمام. وباذن الله هننتج. مش هتزرع كمون زي الجماعه اللي زرعوا السنه اللي فاتت وجابوا 800 كيلو الفدان؟ كل حاجه باذن الله نزرعها. المكان نفسه روحه المكان حلو. مرتاح. الطريق ايه رايك فيه واحنا جايين؟ الطريق حلو، الترصف قريب اهواتي، والدنيا تمام برضه شويه. في الكيلو 22 اتجاه الفرافره، هننزل بحر 10 كيلو بيتعمل له اسفلت ال 10 كيلو دول، هننزل موقع شركه الفلاح او مش موقع، مجموعه شركات الفلاح. هنلاقي حوالي 700 فدان مزروعين، جناين زي ما انتم شايفين، حاجه جميله. فوق ال 35 داخلين في 50 بيت، شايف ناس منزله طوب. عدلنا العمل، البير على 50 فدان، الارض بالبير بالطاقه تاخدها جاهزه، الميه على دماغ الارض، تعمل رشاشات، تعمل تنقيط. لا ما تبعدش واحد من 7 عشان الصبح تعمل رشاشات، تعمل تنقيط، عشان تعمل مشروع انتاج حيواني، مشروع انتاج دجني، عشان تزرع تقليدي وهتحمل عليه الاشجار زي ما احنا شايفين. يبقى انت عندك 2 في 1. الارض قانونيه 100%، ملفات محافظه الوادي الجديد، هتبدا تقنن الارض باسمك على طول مباشر. ثبتنا المعاينات هنا في دشلوط ومنفلوط والمنيا، اللي هي معاينات خط الصعيد كل يوم خميس من الصبح للظهر، من الصبح للعصر معاينات دشلوط ومنفلوط، من العصر للمغرب معاينات المنيا. يبقى معاينات خط الصعيد دشلوط ومنفلوط من الصبح للعصر، المنيا من العصر لحد المغرب. التواصل على رقم انا شخصيا 0100 879 1285 للحجز في مشروع دشلوط، مشروع منفلوط، للحجز في مشروع المنيا. هتتواصل معايا انا شخصيا 0100 879 1285. يعني هتلمسوا معانا ولا لسه؟ معانا يعني؟ ماشي يا عم. ان شاء الله معاك باذن الله. هات كده البيت كده، بيتك في غيطك في كل مكان. لا من هنا بيتك في غيطك في كل مكان، مش في الفرافره فقط. يبقى بيتك على دماغ الايه؟ على دماغ الارض. ما شاء الله. عم الحاج عبد العظيم ممكن يقول كلمتين. عم الحاج عبد العظيم هتقول كلمه؟ اتفضل. لا اله الا الله محمد رسول الله. بس اتفضل. ما شاء الله، تقبل الله. اقعد جنبك. ايوه صور عم مصطفى، خلي صور يا عم مصطفى. بيتك في غيطك. احنا قلنا ان هو محتوى ومش اسم فقط، قلنا ان هو كيان فعلا على ارض الواقع. عم الحاج عبد العظيم من ديروت، لما غابوا علينا الصعايده قلنا احنا نجيهم. الفيديو ده كان من 4 سنين. انا يعني حتى لا يزور التاريخ، الحاج مصطفى هو اللي بيصور، هو حتى يقول الكلام ده صح ولا غلط. لما جينا هنا من اول الكيلو 9 الى الفرافره كان زراعات كانت تكون منعدمه، ما كانش فيه. المشروع اللي احنا فيه ده في الكيلو 22 اتجاه الفرافره، تنزل اتجاه بحر 10 كيلو بتعملوا اسفلت، كان 2 بس زارعين بس، وكانوا زارعين على الديزل.
ما شاء الله. ايه رايك في البدايه دلوقتي يا حاج عبد العظيم وانت ما شاء الله نازل؟ تبارك الله. بجد سبحان ربنا يوسع، حاجه جميله جدا. الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت وبقت احنا ساعه ما كنا جينا كانت ما فيش حاجه، الحمد لله. ده دلوقتي بفضل ربنا يعني. تحب تيجي هنا؟ شايفك ما شاء الله تبارك الله عامل جراج لا العربيه. ده الامور هذا ان دل فانما يدل على ان انت عايز عربيتك مرتاحه زيك. لا طبعا لازم. والله الدنيا تمام. وري الجوافه يا عم مصطفى، صور الجوافه وصور دي الجوافه وان كانت يعني لسه لا بشاير. دي واقعه في الارض دي. دي اللي واقعه في الارض. دي اللي واقعه في الارض اللي في الشجر، بسم الله ما شاء الله. والله والله بسم الله حاجه جميله. دي اللي واقعه في الارض دي اللي هما الاثنين واقع. احنا يعني انت تنصح اي حد يا عم الحاج عبد العظيم ان هو فعلا ياخد الخطوه ويبدا؟ اي حد عنده امكانيات ياخد في الجبل تمام، وما يتاخرش، ما يتاخرش. اسرع وقت يعني. تمام. النهارده احسن من بكره. امكانيات الحاج عبد العظيم بيقول امكانيات. عارفين امكانيات يعني ايه؟ يعني لو معاه 500,000 ياخد ارض ب 250,000. هي دي الامكانيات. أيوة. احنا هنا بقى يعني عدلنا مع احترامي للحاج عبد العظيم. احنا هنا البير كان على 100 فدان، دلوقتي عدلنا العمل البير على 50. ليه؟ يعني جزره وقطامها جحش، اللي هيصعب عليك هيفقرك. كنا شغالين هنا البير على 100، لا اعمله على 50 وغليه شويه بس ينجح. هيزرع تقليدي، هيحمل على التقليدي شجر زي ما انت شايف كده، هيبقى معاه زرعه 2 في 1. لما بنتكلم على البيوت، هات البيت التاني برضه يا حاج مصطفى وانت واقف زي ما انت وانت واقف. لما بنتكلم عن البيوت ونقول بيتك في غيطك، الموضوع ده يعني مش اسم، ده محتوى فعلا وكيان. ان انت قاعد على دماغ الارض، قاعد على دماغ ارضك في قلب ارضك، لان فعلا الارض بتفرح بصاحبها. في المنيا، في دشلوط، في منفلوط، في الفرافره، بيتك في غيطك. الشركه بفضل الله على مدار ال4 سنين اللي فاتوا تسكين فعليا بيوت كده معدوده، اكثر من 500 اسره واكلين شاربين نايمين على دماغ الارض. يعني بيته في الارض، البهايم بتاعته في الارض، الطيور بتاعته في الارض، مزرعه الفراخ بتاعته في الارض، كله في قلب ارضه. وده الكيان فعلا اللي احنا بندور عليه لكل الناس. عايزين نرجع الحياه القديمه، عايزين نرجع الطبيعه الغلابه، عايزين نطلع بقى من الضيق، عايزين نطلع من الضيق للوسع. محدش يضحك على حد بالكلام ولا حد يلقنك كلام اشاعات. المعاينه على الطبيعه خير دليل. كل يوم خميس معاينات لمشروع دشلوط ومنفلوط من الصبح للعصر. كل يوم خميس، بقول اهو عشان الفيديو الناس يسمعوا مره واتنين. كل يوم خميس معاينات على الطبيعه المشروع منفلوط ودشلوط. انت من اي مكان اتصل على الرقم اللي هقول لك عليه دهوت، هتوصلنا وهتلاقيني بقابلك ونعمل معاينه. ونفس يوم الخميس معاينات المنيا من العصر للمغرب. كام الرقم؟ 0100 879 1285 0100 879 1285. عم الحاج عبد العظيم، قدمت ورقك عشان التمليك الحمد لله. وبتجهز نفسك دلوقتي. جاهزين عشان ندفع. في هنا يعني في اي يوم حصل لك اي ما حد قال لك الارض دي بتاعتي بتاعت جدي، ده انا ولا ست ولا حد يجي ولا يتكلم ولا في اي حاجه، غير ان الدوله قالت لك بس يلا الدولة تعالى قانون. احنا ده اسعد يوم عندنا لما قلنا تعالى قانون. بس اسعد يوم عندنا. عندنا. علينا التطوير وعليك التقنين والتمليك. ارضك جاهزه للتمليك، بس انت ازرع واجتهد واللجنه هتجيلك ان شاء الله، بس تبقى جاهز، ما تجيبش ورا ساعتها. هتعمل كل كيانك وكل حياتك زي كده. واحد هيقول لك وما ينفعش بيت صبه. عم الحاج عبد العظيم ما شاء الله يعني من الناس المحترمه ومعروفه جدا في ديروت، عنده بيوته وعنده بس هو عامل استراحه بتتاقلم مع المكان مبدئيا. بيت بالبلوك جميل، اوضتين وصاله ودور ميه ومطبخ جميل، هيكلف له 70,000 80,000 بنايه. هتجيب له طاقه شمسيه اجتهادي، ممكن تجيبها ب 30 او لحتى حد 50، وهتبقى قاعد في شقه مملكه اكنك قاعد في الشيخ زايد او التجمع الخامس. احسن من الشيخ زايد في جو الطبيعه. صح كده؟ حاجه جميله دي والله. ده ابن حضرتك؟ لا اللي هناك. لا ده هنا في المسجد. ايه رايك في الوضع؟ بجد؟ لا تمام. انت بتقفل في الكهرباء في المسجد. مش هننسى برضه نقول دنيا ودين يا عم الحاج عبد العظيم. يعني من بنى يعني مسجدا لله بنى الله له قصرا في الجنه. اسال الله عز وجل ان يجعل هذا المسجد في ميزان حسناته. يعني كل من يصلي في هذا المسجد، كل من يسبح، كل من قرأ القرآن ان شاء الله في ميزان حسناته. فانا يعني ابشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اجر هؤلاء جميعا، اي حد صلى، اي حد سبح، اي حد قرأ،
في ميزان حسنات، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. يعني هو هياخد حسنات وانت تاخد زي اوتوماتيك، ودي من الباقيات الصالحات. احنا عاملينه لله وهنسيبه مفتوح. الله. واحد جاي ما عنده لسه بادئ جديد، عايز ينام فيه، عايز يستحمى، عايز يقعد، كل اللي عايز سبيله مفتوح بفضل من الله. الله. بدون مش هتتقافل يعني. يعني شغل زمان. لخدمة المنطقة كلها. واحد جاي لسه بادئ جديد، الباب مفتوح، عايز يستحمى، عايز يتوضى، عايز ينام فيه يوم اتنين لغايه ما عنده مكان، بفضل من الله سايبينه المسجد مفتوح بفضل من الله. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج، وربنا يجعلنا عند حسن ظنك. واحنا سعداء جدا باللقاء معاك النهارده في مشروع دشلوط الفرافره. اللي عايز يحجز معانا في البير ال50 فدان التقليدي وتحمل عليه اشجار زي ما انت شايف في نفس المكان الجميل اللي ريعان اللي انتوا شايفينه ده، 0100 879 1285. شكرا لحضراتكم.